أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سيو سبورت. رجعنا لكم بفيديو جديد، لكن قبل البداية نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كنتم غير مشتركين. تصريحات نارية من رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا باتجاه نادي ريال مدريد ورئيس ناديهم فيورنتينو بيريز. سبب هذا التصريح هو أن لابورتا انسحب من دوري السوبر ليج الأوروبي، الفكرة الذي أعلنها نادي ريال مدريد بقيادة رئيس النادي فيورنتينو بيريز. فلابورتا انسحب من هذه الفكرة ومن مشروع السوبر ليج، واتهم نادي ريال مدريد أنه نادي يقوم على التحكيم وعلى المساعدات التحكيمية من الحكام في إسبانيا. تأتي هذه التصريحات أعزائي المشاهدين بعد الأخطاء التحكيمية الكارثية للتحكيم الإسباني بحق نادي برشلونة، حسب ما وصفه الرئيس لابورتا رئيس النادي الكتالوني باتجاه فلورنتينو بيريز بأن ريال مدريد يستفيد كثيرا من الأخطاء التحكيمية، وأن لولا الأخطاء التحكيمية لما نافس ريال مدريد حاليا على لقب الدوري. وقال أن فريقه استحق نقاط كثيرة وأن التحكيم حرم النادي من هذه النقاط، ولولا الأخطاء التحكيمية لكان برشلونة متصدرا للدوري الإسباني بفارق أكثر من 10 نقاط. تأتي هذه التصريحات أعزائي المشاهدين لتزيد التوتر بين الناديين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة. فبعد هذه التصريحات صرح النادي الملكي أنه يرفض ويستنكر تصريحات لابورتا المشينة عن التحكيم الإسباني، واصفا أن قضية نيغريرا هي عار كبير، وأن نادي برشلونة هو النادي الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية ومن التحكيم ومن الرشاوي، وأن لابورتا يتهم ريال مدريد زورا وبهتانا ليغطي على فضائح التحكيم بحق نادي ريال مدريد والتعاون الكبير بين التحكيم الإسباني ونيغريرا ونادي برشلونة خلال السنوات الماضية. كانت هذه أعزائي المشاهدين تصريحات لابورتا عن نادي ريال مدريد ورئيس ناديهم فيورنتينو بيريز وعن التحكيم الإسباني، وأيضا انسحاب لابورتا من دوري السوبر ليج الأوروبي. قبل الختام نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة كنتم غير مشتركين.